بدي اعتذر من كل اهالي الضحايا واهالي المعتقلين. ما بعرفه للصاروخ، ما بعرفه بشكل شخصي. كيف ما بتعرفي ولك؟ هلا اكثر شيء استفزني انه موضوع الاتهامات، توزيع شهادات التخوين، نوع المسبات، نوع الكلام اللي طلع. عم نتعرض لحمله كثير كبيره، عرفتي كيف؟ طبعا التهديدات كلها هي من خارج البلد، تهديدي بالقتل، تهديد عائلتي. تم التواصل بينك وبين اي جهه امنيه؟ الشيء اللي عم يصير هو حرب اعلاميه، حرب سوشيال ميديا مو اكثر، يعني عرفتي كيف؟ فاليوم نحن ببلد امن، اكيد ما حدا يتعرض لحدا. وقت التحرير طلبنا كثير انه من الناس انه لازم تعملوا اعمال توثق هي المرحله، ودخلنا بعمل القيصر لا مكان لا زمان. بلش هجوم فورا علينا انه نحن عم نصور عمل له علاقه ببطل القيصر، ولكن كنا نحن بعيدين كل البعد عن قصته. وكثير ناس لما شافت الحلقات تغيرت آرائها. في ناس كثير ما لها مصلحه ينعرض العمل، لانه هذا العمل عم يعري هذا النظام. هدول اللي عم يطالبوا بتوقيف العمل هدول ما بدهم العمل يطلع، ما بدهم الفضائح تصل.